هلا البروسية عكس يا الناس بتذبنون انا طارتكم يا عيال. حما يا غشيم. زي ما شفتوا. اما يوم قال يا الخمر يا الغشيم اشوفنا مو بمعي ذا ولا كان صارت علوم. المهم هو اكثر سؤال يجيني الظاهر انه القرد هذا عايش كان انشهر. وش جاب القرد معكم في الخشة؟ انا قد جاوبت على هذا السؤال يمكن اكثر من 20 مرة. بجاوب عليه الحين اخر مرة 21 وماني مجاوب عليه. كان عندي واحد من اخوياي يجيني من الدخل، كل ما جاني دق لي قال ابو حمدان انا جايك جايب معي هدية لك. مرة الله يكرمكم يدخل علي بسلوقي، مرة يدخل علي بصقر، مرة يدخل علي بقنفذ، ما كل انواع الحيوانات الله يكرمكم جابها. ذاك اليوم دق علي قال وين؟ قلت في البيت. قال جايك ومعي هدية لك. قلت تعال حياك الله. المهم يوم دخل لو يسحب سلسلة وراه، انا ما ادري وش اللي وراه. المهم انه دخل مع باب الملحق وكذا ماسك حط سلسلة على كتفه، ما ادري هو رابط له ادمي، ما ادري ايش جايب معه الحين. انا بشوف المفاجأة اللي جايبه وش. دخل علي قرد لابس لبس سلة، عرفت لبس السلة اللي يجي علاق وشورت، سبحان الله كان هادمي. والله العظيم ذاك القرد كان هادمي يرقص على الغربي كل شيء يسويه. المهم ان احنا اجرمنا به الله يعفو عنا. بس الحاصل انهم بيغيرون الفعاليات، قالوا بنبي ناخذه معنا في الهجولة. قلت ها ركبوه. والله من يوم ركبوه معنا احنا مشغلين غربي انه يتنكس وراه عاد، وصار اللي صار عاد وجه نابه وهجوى نابه في الاخير الله يرحمه كان طيب. لا بقول لكم سالفة الواحد والله انه حبني الصراحة. قابلته في البعثة. المهم قريت كرته الرجال مركب معه عسكري وقاعد يتمشى يمكن يوم كامل، ولا مركب في الدورية بعد. طبعا انا قلت جيت لما قلت ميدها الله يذكره بالخير عاد والله انها علنياته بس المخدرات وما ادراك عن المخدرات. يقول كنت متعاطي ما اعرف ما ادري ايش السالفة، وقفني وجسم الرجال جسم. يقول وانا امشي كذا بالحارة وقفني رايدورية الا هو نحيف، قال ما ادري اثباتك ما اثباتك اركب ما ذا. يقول ما ادري ايش سويت، عفضت الرجال ركبته معي ورا في الدورية سكرت عليه الباب طبعا ما يفتح الباب ركبه ورا طبعا هو كان سكران. يقول ركبته معي ورا، يقول والله ما ادري كيف ركبته شلون ركبته وشلون انا ركبت في وسط الدورية. يقول كل هذه ما ادري عنها لا تنشدني. يقول ينشدني يوم صحصحت من بكرة. يقول قلت مشابه ومسكان السويدي. يقول تمشابه وتمشابه وتمشابه يقول لين جتني الفصلة ابي ارقد. يقول قالي بايكة في حارة مظلة محطوطة في برحة. يقول ألبق الدورية تحتها أحط راسي وأرقد. يقول نوم. يقول ما صحيت إلا جنبي 650,000 دورية. يقول والله يني تمردغت. يقول الله يذكره بالخير. يا عدو الرقبة معروف عندكم حقين سويدي يعرفونه. هذا عاد جاب طاري واحد انتبهوا من الأمور هذه بكرة حيجيب عيد في نفسه. أما سالفتنا عاد عشان الأمطار والأجواء الزينة هذه اللي تو صارت ذكرتني بسالفة. كنت طالع من بيتنا على طريق الملك عبد الله عند إشارة صحاري اللي كان في أحد يعرفها.
المهم في مرور واقف ما انتبهت له انا، موتري مضلل. 2002 شبهة، الموتر شبهة اصلا. عندك ايام كانت 2002 شبهة ما يحتاج يعني. ما انتبهت له الا يوم دريت اللي رجعت قيد دريشة. قلت ماني بقاطع اشارة، طلعت يمين من عندي اشارة ورحت. طبعا لقط اللوحة اللي وراه هو. اللوحة الأمامية ما فيها أنا، بس كانت اللوحة اللي ورا. لقط اللوحة وعطاني 500 قسيمة، ما خلى قسيمة في دفتر قسايم حقه ذاك اليوم إلا كل أبوه فيه هروب، عكس سير، سرعة داخل البلد، تضليل، عدم تركيب لوح، حط كل القسايم فيني. وقبلها بفترة أنا كنت مهجول في شارع البحري، وتعرفت على واحد كان يهجول معي من حقين الشرق، الله يذكره بالخير. ماني بعرف ذاك المعرفة، بس إني أعرفه يعني في المهنة حقتنا هذه، أمحق مهنة الهجولة. المهم تعرفت عليه وصار بيني وبينه تليفون، أخبار علوم طيب. أنا عقب ما العسكري حط فيني أنواع القسايم استدعوني للمرور في نقاط مدري وش وزي كذا، ما أدري إيش الوضع يعني، عندهم محكمة مدري إيش هي، نسيت اسمها. المهم دخلت وحكموني 1.5 شهر تكي في الناصرية. وتكي في الناصرية دخلت التوقيف وجلست. خامس يوم مد سادس يوم كانت الأجواء غيم وزي كذا اللي هي. المهم إنه قامت تمطر علينا احنا في التوقيف، ونسمع صوت المطر على المظلة اللي برا الخارجية، على المكيف اللي عندنا، وفي ناس راقين على الحدايد يطلون مع الشبك على المطر يشوفون يعني الأمطار والدنيا هذه، وأنا منسدح في الزاوية أحتبس متى أخلص 1.5 شهر هذه عشان أمسك الباب. اللاعب هذا درى اني انا في التوقيف في الناصرية، وراح اخونا في الله وحط عبارة جبت فيه العيد، وانا بس والله ما قلت له يعني، بس هو قدح من راسه. المهم انه كتب ايه الجو غايم وممطر، عفو فرفور يا المرور مضطر، تصفق المحطة قبل ما يهجول. المهم انه يوم تصفقوا المحطة طبعا بيودونها بيجيبونها الناصرية. كان انا عندي ضابط الله يجزاه خير، كان هو نائب البحث والتحري، الله يذكره بالخير يطول في عمره، عز الله ما قصر معي والله العظيم، كان ينصحني كأني ولده. ما دريت الا يوم انفتح الباب الا الضابط هذا داخل علينا مدني، ومع واحد يمشي ورا بكلبشات، قال اجل خاش لعيونه، يقول زي كذا، هذا الضابط يعرف الخطة. قال اجل خاش لعيونه، اجل ها تعال جلس الحين، تعال جلس معه. انا اقول ايش السالفة هذا، وش اللي خاش لعيونه، وش السالفة؟ ما ادري الا الرجال داخل وكشته منتثرة ومتصفق ومسحين بزفلت المحطة، والله لاعبين فيه والله لاعبين فيه. الا دخل علي قلت ولد سلامات ايش فيك انت؟ قال الله يهديك الله يسامحك ابو حمدان. المهم قال مهدي الله يسامحك ابو حمدان. قلت العلم وش السالفة؟ الرجال يقول يعني يوم ذب الكلمة علينا الضابط وطلع جلسوا معي. قلت الضابط يقول انت خش عيوني شو العلم؟ قال لي والله كاتب عبارة ورا ناوي هجول في دريم ورشوش والبعرين والشوارع هذه، ومسكوه عند محطة العبيضة هو يلزق العبارة، يقول كتبت ورا العبارة اللي أنا قلت هذه الأول، الجو غايم وممطر. يقول ما مداني وأنا ألزق ورا المحطة إلا مطبت عليه شبكة. يقول تصفيق. يقول أخوياي اللي معي ناس طبوا في شبك العويضة وأنا الوحيد اللي انحجرت. قلت أنا جابك الله تعال اجلس عندي واسع صدري، أنا باقي لي حول يمكن حول يمكن 20 يوم كذا، 19 يوم عشان أطلع، تعال مش اجلس جنبي واسع صدري بس سولف معي. وقبل ما نقفل السنابة
طبعا انا ذكرت قبل فترة اني بقول لكم سالفة المهرب وسالفة المفحط اللي بدأ تفحيط، ونهاية الامر صار قصاص. الله يرحمه ويغفر له. وبقولها ان شاء الله قريب. وفي ناس يطلبوني بعد، يقول يقول لنا قصة السفاح السعودي، ذا سفاح المملكة. أبى أقولها بس واصبروا علي والله يا الربع. والله إني متقروش إني أقوم إني أروح لما المعارض وأرجع. أحس إن السيارة اللي بطلعها بسجلها في المدرسة. يوم جيت بروح أطلعها قالوا لي ناجز، ولازم يجي شو اسمه اللي معه الفلوس، عشان طبعا الفلوس حاطة في حساب أبوي. لازم يجي أبوي هو اللي يدفع، يحط يعطيهم الدراهم ويطلع الموتر. طيب ايش دخل ابوي؟ انا اطلع الموتر لي انا. قال لا لازم يجي. قلت طيب يكون خير ان شاء الله.